السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة مصر وطني لكل وطن. يا رب حضراتكم تكونوا بخير جميعا من الداخل ومن الخارج، لكل محبين وطننا وبلدنا، بلدنا الحبيبة مصر، حفظها الله من كل شر ومن كل سوء، اللهم آمين يا رب العالمين. بشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم للقناة، وإن شاء الله مكملين مع حضراتكم حتى النهاية. الفيديو ده أنا فاتحه مع حضراتكم بخصوص كما يُقال يعني عليه الإعلامي عمرو أديب، بخصوص ناس كتير بتسأل هو الأستاذ المحترم الإعلامي القدير عمرو أديب هو مع البلد والّا ضد البلد؟ السؤال ده طبعًا من المفترض إن على السادة المحترمين إن يكون واضح وشفاف. رسالة عمرو أديب واضحة وصريحة، ما فيهاش حاجة اسمها بيدُس السم في العسل. عمرو أديب أولًا، خلّوني أقول لحضراتكم كان في تواصل مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة بالأمس من الأخ المحترم أحمد محمد فريد بمحافظة الجيزة، فكان بيسأل نفس السؤال ده للإعلامي عمرو أديب: "هو أنت يا أستاذ عمرو مع البلد والّا ضد البلد؟" فكان بيسمع له حتى انتهت المكالمة، والإعلامي عمرو أديب ما ردّش عليه بأي إجابة. طيب ردّي أنا على الأستاذ أو الأخ الفاضل أحمد محمد فريد ابن محافظة الجيزة ابن مصر المحترم، إن الإعلامي عمرو أديب أولًا، عمرو أديب عبارة عن يعني ده مش انتقاد بسخرية، ولكن دي حقيقة مطلقة واضحة وصريحة. أولًا عمرو أديب ما لوش أي علاقة بخوفه على البلد. عمرو أديب مش مع الأنظمة أو النظام المصري الحالي. عمرو أديب ما عندوش أي خوف ولا أي انتماء للبلد. يمكن في ناس تختلف معايا في الكلام، ولكن أنا هاوضّح لحضراتكم الأسباب اللي ممكن تقنع حضراتكم إن عمرو أديب لو خايف على البلد وعلى مصلحة البلد، وخايف على القيادات اللي فيها والمؤسسات اللي فيها، بيظهر حُبّه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل قياداته ولكل مؤسساته، من الجيش المصري والشرطة المصرية حتى الشعب أو المواطن المصري البسيط. ما كانش ينفع إن في ارتفاع، معلش أنا هاطوّل على حضراتكم الفيديو ده شوية، بس يمكن اللي ما عملوش الإعلامي المصري المحترم. أنا هنا مش باتكلّم على إعلامي بشخصه ذاته يعني كعمرو أديب، ولكن هنا من المفترض يعني إن الإعلام المصري يدّي حق القيادات المصرية ويدّي حق المصريين أيضًا، ويظهر الصورة بشكل شفاف وواضح للناس، ولكن مع الأسف الشديد إن الإعلام المصري بيعكس الصورة. يعني الخير اللي بيتعمل في البلد بيوصّله بصورة أسوأ، بصورة عكسية. يمكن يكون الخير في القنوات البسيطة اللي زي حالاتنا كده، اللي هم محبين لبلدهم ولوطنهم بقياداتهم ومؤسساتهم. فعشان كده الفيديو ده يعني يمكن يطوّل شوية على حضراتكم. عمرو أديب لمّا كان بيكون في ارتفاع أسعار، كان في يعني البعض من الإعلاميين أو أصحاب القنوات كانوا بيطلعوا بيتكلموا وبيقولوا ده في أزمة اقتصادية، ولازم إحنا كمصريين نعدّيها مع بعضينا ولازمًا نتحمّل عشان البلد تنهض. القيادات بتعمل بشكل جيد جدًا. السيد الرئيس بيعمل وبيتخذ قرارات لتوفير أحد متطلبات الشعب. دي الناس المحترمة كانت بتطلع بتتكلم، ولكن بالنسبة للإعلام عمرو أديب في ظل الظروف الصعبة دي اللي كانت بترتفع فيها الأسعار، كان بيطلع على الشعب المصري وهو داخل أفخم المحلات، الأكلات المشهورة جدًا، الأكلات اللي هي غالية جدًا، وكان يطلع بيستفز الشعب برجول الفراخ. يعني هنا في ارتفاع أسعار وفي غلا أسعار والبلد مش منضبطة، فيها شوية قَلَق أو فيها شوية مشاكل، وبدأت الحكومة بتحِل في المشاكل ديّة
من واجب الإعلام المصري أو أي صاحب قناة يعني بيخاطب الشعب المصري إن هو يطلع يكلمه كلمتين يرضيه. إن شاء الله اللي جاي أحسن إن شاء الله. خلال الأيام القابلة الأسعار هتكون في متناول الجميع. إن شاء الله إحنا بنعمل بشكل جيد إن شاء الله كذا وكذا وكذا. ولكن الإعلام عمرو أديب ما كانش بيعمل كده. الإعلام عمرو أديب كان فعلا زي ما قلت في بداية الفيديو، هو مش بيدس السم في العسل، ولكن ده كان واضح. ولكن من هنا كان بيدس فعلا السم في العسل، ان البلد بتمر بأزمة صعبة، وهو بيطلع بيقول للشعب المصري هيج، بيستفز الشعب المصري، اعمل ثورة، اعمل انقلاب، احنا هنجيب لك جلطة. والدليل على كده ان كان في ناس بتطلع بتتكلم بالحسنى وبتواسي الشعب المصري، بتهدئ الشعب المصري، بتوصل رسالة قيمة للشعب المصري، بتدي أمل للشعب المصري البسيط. ولكن عمرو أديب كان بيسيء وبيهين وبيستهزأ بالشعب المصري، وفيها إيه ما تاكلوا رجول فراخ. يعني ده استهزاء وإهانة كبيرة. أولا قبل أن تكون للشعب المصري البسيط، للدولة نفسها. فهنا عمرو أديب لازم تفهم من البرنامج بتاعه أو الحلقة بتاعته اللي قدمها في من خلال ارتفاع الأسعار، إن هو طالع بيستفزك، طالع بينكشك، بيقولك اعمل أي حاجة وخرب في البلد. مبدئيا كده عشان نكون متفقين، لو هو مع البلد ومع القيادات وخايف على البلد كان هيطلع يقول لك ان شاء الله الاسعار هتكون بشكل افضل خلال الايام القادمه، او خلال الشهر اللي جاي، او خلال في بدايه العام العام القادم الجديد. احنا عندنا الاقتصاد متدمر، احنا بنحاول نعمل. ده اللي المفروض يعمله الاعلامي المحترم اللي هو مؤيد لبلده، مؤيد لمؤسساته، ومؤيد لرئيسه. ولكن عشان اختصر لحضراتكم المقالة بتاعت الإعلام عمرو أديب، الإعلام عمرو أديب بيختار أو بيلعب على الوتر اللي هو ممكن يستفز بيه الشعب المصري. أمنية عمرو أديب إن يحصل انقلاب كبير ما بين الشعب المصري وما بين القيادات المصرية. ولكن الطريقة يعني من القليل من الناس اللي ممكن يفهم عمرو أديب. عمرو أديب بيوصل لحضراتكم إن هو خايف على البلد، وإن الرئيس بيعمل بشكل كويس، وإن البلد في انضباط كامل، ولكن في حلقات هنا مش مفقودة. في الحلقة بتاعت عمرو أديب في حلقات هنا لازم توقف عندها وتفهم الكلام بتاع عمرو أديب، إن ده فعلا بيدس السم في العسل. وهدي لحضراتكم مثال تاني. المثال هنا بيقول، لو تفتكروا حضراتكم عمرو أديب ساعة ما عمل حادثة على طريق، بسم الله ما شاء الله، رايح جاي، اللي رايح لوحده واللي جاي لوحده، والطريق منقسم نصفين. بعيدا عن الحادث بتاع فتيات لقمة العيش اللي هم توفاهم الله على الطريق الإقليمي، اللي هم 19 فتاة. وطالع بيتكلم واتكلم عن الطريق ده عمرو أديب وسماه طريق الموت. يعني هو خلاص كده قرر ونفذ ونزل الستوري بتاعه ان ده طريق الموت وخلاص. يعني طب طريق الموت، بما اني شايف ان الفريق كامل الوزير عمل او اخطأ في الطريق ده، ولذلك تمت الحادثه دي ووقعت الحادثه دي. واللي تحمل المسؤوليه من كلام عمرو اديب، واللي المفروض اللي يتحمل المسؤوليه هنا الفريق كامل الوزير. احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده، لو البعض من حضراتكم شاهد الفيديو ده وقلت لحضراتكم احنا اي بني ادم ناجح في مصر هنا بيعمل بشكل كويس، ناجح في عمله، هينهض بالبلد ان شاء الله للافضل وللاحسن. دايما بنلاقي المعارضين اللي هم اعداء الوطن يعني بالبلد كده بيكسروا مجاديفه، يعني عايزين يسوقوا سمعته، عايزين يشهروا بيه للأسوأ مش للأحسن. واحنا شايفين ان الفريق كامل الوزير من انشط واكفأ وانجح ما انجبت مصر في الوزارة. الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ان شاء الله هيكون خلال الايام القليلة المقبلة، ده اذا ما كانش فعلا تم يعني القرار ده وتم تنفيذه، ان هيكون وزير للصناعة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يكون رئيس الوزراء. طبعا عفوا من السيد المحترم الدكتور مصطفى مدبولي اللي هو رئيس الوزراء حاليا. حاجه من ضمن الحاجات اللي طلع اتكلم عنها عمرو اديب برضي،
بيهيج الرأي العام وبيهيج الشعب المصري على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن ما طلعش ولا نزلش حتى بوست على وفيات حادث الطريق الإقليمي. كان كلام عمرو أديب في الحلقة ديّة، بيتكلم عمرو أديب ده بلسان عمرو أديب مش بلساني يعني. أنا أعرف الوزير مصطفى مدبولي معرفة شخصية. ده من عيلة وابن ناس ومحترم، ده كلام عمرو أديب، وابن ناس ومحترم. إزاي تعدّيك حاجة زي كده؟ أنت ليه بتتكبّر على الشعب؟ يا ترى برقية العزا ديّة الناس من الداخل ومن الخارج والدول الأوروبية والأجنبية والعربية بعتت برقية عزا لأهالي أو أسر الشهداء ولمصر بأكملها في الحادث المؤلم ده، وأنت ليه يا دكتور مدبولي ما تطلعش تعزّي أهالي الضحايا؟ وفضل يجرّح فيه ويسوء أو يهين ليه أو يسوء لسمعته أمام الرأي العام، أو أمام كل الناس اللي بتشاهده على، لإن هي قضية عامةً أي فيديو بينزل عن الواقعة ديّة تقريبًا كده بيتشاهد من الداخل ومن الخارج. وعارفين حضراتكم قناة الإعلامي أو البرنامج بتاع الإعلامي عمرو أديب كما يُقال عليه إعلامي، أنا أولًا مش معترف بإن هو إعلامي أصلًا. أنا ممكن أعترف بعمرو أديب إن هو يطلع يتكلم عن الوسط الفني شوية، واحدة زي شيرين اللي طلعت طبعًا هنا هو في المغرب عملت حفلة تقريبًا وخدت أجرها 5.000.000 جنيه تقريبًا، ما يقرب يعني من 5.000.000 جنيه مصري عشان تحيي الحفلة يعني، وطلعت تتكلم بشفايفها بس، ولكن في الأصل كانت في سيديهاية كده، ولكن هي بتحرك شفايفها. وحصل تطورات في الموضوع وكشفوها طبعًا أهل المغرب. يعني هو ممكن يقدم حلقة يعني حول الوسط الفني. أما بخصوص السياسة وخصوص البلد وخصوص الوطنية وخصوص الإنسانية، أنا شايف إن هو ما لوش أي علاقة، ما يعرفش يدير أي حوار، ما يعرفش، لا هو محلل سياسي ولا عنده أي إجابات مقنعة ولا أي أسئلة مقنعة ولا بيطرح الموضوع بشكل كويس. فعمرو أديب يا سادة محترمين، أنا مش عايز أقول لحضراتكم زي لعبة الشطرنج، لإن لعبة الشطرنج دي لعبة محترمة، يعني مبدئيًا كده دي لعبة قيّمة، لعبة قيّمة، لازمًا اللي يلعبها يكون فنان، يكون فنان. وفنان إيه، فنان يعني في الحياة، مش فنان في مدرسة الفن والهلس والكلام ده كله إلا من رحم ربي طبعًا من الفنانين. عمرو أديب هنا للي يدفع أكتر، يعني عرض وطلب. عمرو أديب عرض وطلب، للي يدفع أكتر. عمرو أديب الجنسية المصرية السعودية، أعتقد إن حتى في الجنسيات يعني هنا بيحمل جنسيتين، يعني جنسية مصرية سعودية. وأنا اللي أعرفه يعني عن الفريق كامل الوزير، ده جنسية مصرية لا يحمل غيرها، جنسية مصرية وطنية محبة لبلدها. أيضًا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنسية مصرية، ما كانش ليه أي انتماء لأي وطن ولا لأي بلد. ولكن اسمحوا لي أقول لحضراتكم يعني باختصار الموضوع. الإعلامي عمرو أديب ده عرض وطلب يا سادة محترمين، للي يدفع أكتر يطلع يعمل له حلقة، بما إنه هو واخد الجنسية السعودية وبياخد أوامر من أسياده في المملكة. من الطبيعي جدًا إن إحنا ندّي لك أوامر تعمل حلقة وتعملها بالحرف الواحد زي ما إحنا بنقول لك وبنملّيك وبنكتب لك، وهتاخد أجرك وبزيادة. وهو من هنا بيقول سمعًا وطاعًا يا مولاي. يعني حتى يمكن عاش الملك، مات الملك ديّة ما عندوش شوية مثلًا لو حبينا نعمل حلقة معاه في مصر هنا ويعمل اللي إحنا بنقول لك عليه، ممكن يكون ميّال لكده، لإن إحنا كمان ما عندناش إن إحنا ندّي إعلامي مبلغ من المال مقابل إن هو يطلع يتكلم كلمتين في حق مصر، لإن مصر مش محتاجة أي إعلام يتكلم عنها، ولا محتاجة إن إحنا ندفع أموال ولا ندفع رسوم ولا نأسس ليها إعلامي عشان يطلع يتكلم باسم مصر بالزور. مصر بيتكلم عنها كل إعلامي محترم وكل مواطن محترم وكل صاحب منصة وصاحب حساب وصاحب قناة على موقع التواصل الاجتماعي بيتكلم عنها بكل حب وكل انتماء وكل وطنية. حفظ الله مصر بكل قياداتها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. حفظ الله مصر بالجيش المصري خير أجناد الأرض. حفظ الله مصر بالشرطة المصرية. حفظ الله مصر بالجيش بالشعب المصري الأصيل.
حفظنا وحفظكم الله جميعًا من كل شر ومن كل سوء، وكل من أراد لمصر سوء نكسه الله نكسةً لا قومة لها. يعني مختصر المقالة ومختصر الكلام ومختصر الفيديو، عمرو أديب عرض وطلب، ولكن لو لسه هتسأل عمرو أديب مع مين؟ مع مصر أو ضد مصر؟ فأنا عايز أقول لك عمرو أديب من زمان وهو ضد مصر. مع كامل احترام وتقدير لحضراتكم جميعًا، ورحمة الله على شهداء لقمة العيش. خالص تعازينا للمرة الأولى والثانية والثالثة في أو لأسر المتوفين إلى رحمة مولاهم، نحتسبهم شهداء عند المولى ولا نزكيهم على المولى عز وجل. ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جنات، اللهم آمين يا رب العالمين. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.